عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم كلام في الكورة على صفقات النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز. طبعا الأهلي يا جماعة أول مرة تحصل، بتهيألي إحنا ما شفناهاش من فترة كبيرة، أو أنا ما أعتقدش أنا شفتها في تاريخ، يعني اللي الأهلي يوصل اللي هو يدعم الفرقة ب10 صفقات. تقول لي إزاي 10 صفقات؟ عدهم: سيحة، زيزو، تريزيجيه، بن رمضان، احمد بيكهام، شكري، طبعا اللعيبه اللي رجعت زي محمد شريف، قالوا ديانج، و عبد قادر، اللي فيه كلام برضو على عبد قادر اللي هو يروح هنا، يعني بالنسبه يعني يمشي ويتعمل نظام الكباري والكلام ده كله. عبد قادر لعيب كبير قوي يا جماعه، صدقوني لو الراجل ده خد فرصته هيكسر الدنيا، صدقوني. يعني لاعب انا شايف اللي هو موهوب ولاعب مهاري جدا 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 وعنده حلول طبعا. واللاعب ياسين مرعي. فانت لو بصيت او عديتهم كده هتلاقيهم 10 صفقات. وفين الاعلام بقى اللي كان بيتكلم؟ معلش مع احترام يا جماعه، يعني نفسنا يبقى عندنا الاعلام حيادي حيادي، ما تجيش مع نادي وتسيب نادي. يعني انت كنت بتيجي لما الزمالك يشتري 6 7 8 لعيبه تقعد تقول لا يا جماعه وكتير وما ينفعش، وتدخل على الفرقه 7 8 لعيبه، ده كتير قوي، الفرقه يحصل فيها فركشه ومش هتعرف تجمع نفسها، والكلام ده كله مش نافع ومش عارف ايه. خلاص بقى، كله بيبص لمصلحته، كله عايز يعمل سكواد قوي. خلاص البطولات بقت دلوقتي العائد المادي بتاعها بقى كويس، واللعيبه بتاخد كتير ومصاريف كتير. فاتمنى اللي يبقى عندنا النقد يبقى نقد بناء، نقد يا جماعه، ما نقعدش ماشيين مع ناحيه ونسيب ناحيه، خلينا واحد. يا ريت النقاد عندنا ينسوا بقى موضوع الانتماءات ده لما يكون بيتكلم شويه يا جماعه، وبالذات لما بيجوا على القنوات ويقعدوا يتخانقوا، عشان كله صدقوني بيعملوا الترند لنفسهم، كله عايز يقول لك انا راجل حمى الحمى يعني. فانا يا ريت يبقى في حته حياديه شويه يا جماعه في النقد، زي ما بتنقد هنا انقد هنا، زي ما بتتكلم على ده سلبي شوف ده برضو الحاجات السلبيه اتكلم فيها، ده ايجابي وده ايجابي. نرجع لمرجوعنا. نادي الاهلي كده بالنسبه لجمهوره هيقول لك انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، انا هاخد اي بطوله اخشها. ليه؟ السكواد قلنا سكواد قوي جدا قوي جدا. فما تسالش بقى، يعني انت كده يعني مالكش اي حجه. كابتن محمود الخطيب يعني قال لك انا بص جبت افضل لعيبه في مصر، افضل لعيبه، ولسه في كمان كلام بالنسبه واحد بديل لوسام، لان وسام مصمم على المشيان، وسام اللي نسي خير الاهلي عليه، وسام اللي الاهلي عمله، وسام اللي ما كانش حد عارفه خالص بره، وجه الاهلي لمعه ونجمه وخلاه نجم كبير على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي كمان. فخلاص بالنسبه لموضوع الانتماء ما بقاش، ويبص الشعار بتاع الفانلة ما بقاش، خلاص كله دلوقتي انت هتديني كام، هتقبضنا قد ايه. عشان كده يا جماعه انسوا موضوع الانتماء بقى، خلاص بقى. اللاعب بدم عندك وبيدي اهلا وسهلا، غير كده خلاص. لكن تقول لي ابن النادي وبيحب النادي وبيعشق النادي، الكلام ده خلاص بقى راح. فجمهور النادي الاهلي زي ما قلنا انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، تمام التمام، عندي سكواد عالي، فمالوش اي حجه، فمالوش اي حجه. نيجي بقى لنادي الزمالك. نادي الزمالك رسميا خلص المهدي سليمان، وده حارس خبره وهيفرق مع الزمالك بخبرته. والمهدي كويس، هتقول لي 36 38، احنا عندنا الحراس دلوقتي بيوصلوا 40 و42، لان طبعا الحراس يعني فرد الملعب ما عندوش مجهود كتير في الماتش زي اللعيبه في الجري وكده، لكن المهدي كويس. طيب مين تاني؟ احمد شريف وعمر ناصر ودلوقتي شيكا بانزا، دول اللي هم يعني اعلن نادي الزمالك عليهم. ودول هتقول لي لعيبه صفقات رنانه، اقول لك لا. طب صفقات هتدي الغرض، اقول لك لا. بصراحه محدش يزعل مني مع احترامي ليهم، والنادي الزمالك الصفقات دي فوق دماغنا من فوق، لكن يعني مش عارف. يقال اللي برضو حمدان يعني قرب، يعني انا بناشد برضو اداره نادي بتروجيت عشان ما يحصلش اللي حصل لاحمد رفعت. يا جماعه احنا دلوقتي يعني اللاعب بيقولوا في حاله نفسيه سيئه جدا، ما دام هو عايز يمشي ما تمشوه. معلش مع احترام النادي بتروجيت، ده نادي الزمالك يا جماعه، نادي بطولات ما بيلعبش الا على المركز الاول. برضو مع احترام النادي بتروجيت، اللاعب عايز يعمل تاريخ لنفسه،
واعتقد يعني الكابتن سيد عيد يعني صانع النجوم. يعني السيد عيد من الناس اللي يعني مدربين بيلعب بطريقه محترمه، وبيلعب على طول راس حرب، الراجل بيلعب قصدي على طول يعني مهاجم. فالراجل ده من الناس نوعيا محترمه جدا جدا. فاعتقد نادي بتروجيت مش هيقف على حامد حمدان، ما انت بعت احمد رضا في الدور الثاني. فاتمنى ان نادي بتروجيت يبص على دي. طيب برضو بيقولوا ادم قايد ده لاعب فلسطيني بره، لسه برضو بيقولوا، بس بيقولوا بنسبه 90% خلص. وعندك بيقولوا لاعب برضو اسمه عبد الحميد معالي، بيقولوا برضو لاعب كويس جدا جدا، تونسي شاب صغير ما جابش 19 سنه. طيب احنا واحمد ربيع خلاص يعتبر خلاص جه الزمالك يعني. فاتمنى ان الزمالك يعني يقوي يا جماعه باربعه لعيبه او خمسه سته لعيبه. خمسه، شوف بقول لك ايه بعد ده كله، خمسه سته لعيبه سوبر. فين محبين الزمالك اللي قال لك احنا هنجيب لعيبه سوبر ومالكمش دعوه، ثلاث اربع صفقات عندي، ويقول لك عندي صفقتين، ويقول لك. لكن بالسكواد ده صدقوني يعني معلش مع احترامي، يعني انت بتقول ناس لسه كلام اللي هو ادم قايد وعبد الحميد معالي واحمد ربيع ومحمد علاء برضو الحارس بتاع الجونه، وحارس شاب واعد يعني. فده كله برضو يا جماعه معلش مع احترامي مش هو ده اللي يحقق لي المطلوب. مش ده اللي يحقق المطلوب لنادي الزمالك يا جماعه. مش ده اللي هتاخد بيه دوري مع السكواد بتاع الاهلي وبيراميدز دوت، وتاخد بيه افريقيا اللي بالك اكتر من 23 سنه ما رحتهاش بالنسبه لابطال الدوري. فالناس عايزه تروح كاس عالم. الجمهور خلاص يا جماعه تعب. انت بالك 3 4 سنين او 3 سنين بتاخد مركز ثالث، بتلعب مع احترام برضه في الكونفدراليه. فيا جماعه صدقوني الناس تعبت. وجمهور الزمالك ده بيتهيألي افضل جمهور على مستوى العالم في قوه التحمل اللي عنده دي. يعني انت دلوقتي جاي بتقول لا السكواد ده مش هيحقق حاجه، هيحقق مركز ثالث. انا بقول لك اهو من هنا وخدها عليا، وهتقول كلامنا يعني صح. المركز الثالث هيبقى هو مكان الزمالك ده اذا كمان جابه. مع احترامي للناس ديت اللي هي جت دي كلها، على عيني وعلى راسي من فوق، الناس ديت برضو مش هتحقق المطلوب. ونادي الزمالك وجمهور الزمالك صدقوني جمهور الزمالك شايف اللي مش دي الصفقات الرنانه اللي كان عايزها او بيأمل بيها. وبعدين تاني حاجه المدرب شكله يعني مش معانا خالص. المدرب يعني ما اعتقدش، هو انت اول ما جيت عايزين يمشوا مصطفى شلبي ومشوا نيمار خلاص، ويقال برضو محمد صبحي وناصر ماهر. فازاي تمشي اللعبه دي؟ انت عندك بالنسبه لشلبي وكان نيمار اطراف، وانت جايب لي اطراف اللي هو شيكا بانزا، وعندك التاني ادم قايد، بس لسه ما شفتهمش. احنا ماشيين بالفيديوهات، خلي بالكم ودي ملحوظه اللي احنا بقينا دلوقتي. احنا كان زمان عندنا اللاعب بيجي من بره من افريقيا او من اي حته عربيه، بنجربه شهر او 2 معايشه وينزل يلعب مطوشه وديه عشان نحكم عليه. دلوقتي احنا ماشيين بالفيديوهات، والزمالك اكتر واحد يعني الفيديوهات دي يعني اقول ايه يعني. انت نسيت معلش مع احترامي لعمر فرج، ونسيت ابراهيم نضاي، ونسيت سامسون. يعني الناس دي كلها كانت جايبه الفيديوهات، ويعني عندهم وكلاء شطار جدا جدا جدا، بيقطعوا له الحتت بقى المهاريه والاهداف وبتاع، واحنا نقول يا سلام ده ايه ده الفيديو ده، اللاعب هيجي ايه هيقطع الدنيا. فيا جماعه اتمنى نرجع بكلم كل الانديه، اللاعب يجي يعمل فتره معايشه من شهر ل2 ونشوف مطوشه وديه ونقول يوقع ولا لا. ده بالنسبه للزمالك. فالسكواد مش هيحقق المطلوب منه. ده السكواد ده صدقوني يعني كبيره مركز ثالث مع احترامي للعيبه اللي جت دي كلها. واتمنى يخلفوا ظننا ونشوف الزمالك في منصات التتويج، لان الزمالك والاهلي وبيراميدز كلهم انديه مصريه، والمصري وسيراميكا والمحله والناس دي كلها. يعني برضو سيراميكا عامل سكواد كويس، بنك الاهلي مقوي نفسه بسكواد كويس جدا. نيجي على بيراميدز قال لك انا مش همشي لعيبه. يوروتيتش قال لك انا مش همشي لاعب، انا بالعكس انا هاخد اللعيبه كمان اللي انا كانت معاره زي بوبو واسلام عيسى وفخر لاقاي وزلاكا، وقال لك كمان هيتضم عليهم حمدي فتحي اللي يقال بنسبه 90% خلص، وده لاعب قوي جدا جدا. حمدي هيفرق جدا جدا في خط نص نادي بيراميدز. ولسه بيقولوا هيجيبوا 4 صفقات سوبر، مع احتماليه كبيره جدا للشراء زي ما قلنا ناصر ماهر ومحمد صبحي لحراسه المرمى. فكله بيقوي نفسه، كله عايز ياخد بطوله، لان السنه دي هتبقى بطوله قويه 21 فرقه.
هيبقى بطوله قويه جدا جدا، الدوري هيبقى قوي جدا جدا. فاتمنى ان كل نادي يعمل ما في وسعه، لان يعني يا جماعه يعني اللي هينزل من بدري قوي، واللي هيطلع برده فوق ويمسك في القمه هيمسك فيها من بدري وهيثبت. فاحنا السنه دي هنشوف دوري قوي جدا جدا جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله هنكون معاكم في جميع الاخبار الجديده ان شاء الله. وان شاء الله بقى نحلل بقى كوره، وقرب الدوري اهوت عشان احنا بقى نتكلم في الكوره والفرق. وان شاء الله برضه هنعمل حاجات كويسه جدا جدا لما يبدا الدوري. في كل اسبوع هناخد افضل تشكيل وافضل هداف واللعيبه اللي هي كانت كويسه في الماتش، وده كله ان شاء الله باذن الله نتكلم على التحليل والحاجات دي كلها ان شاء الله لما يبدا الدوري باذن الله. شكرا.